السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايه لكم فيديو جميل جدا. فيديو فريسكا الالوان اللي كده المناسبة شم النسيم كده مع البيض الملون والفريسكا معانا ملونة. هنبسط اولادنا كده وكلزوم شم النسيم والرحلات. شايفين شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله. عيالنا فعلا اللي هيتبسطوا مني. هو انا الكبيره مبسوطه ومنبهره بيه جدا. شايفينه هش وقطني. يلا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف مكوناتنا وطريقه التحضير. وعملنا الاشكال الحلوه ديات والالوان الجميله دي المبهجه ازاي. اول حاجه هنا عندي كوبايتين حليب ونص كوب لبن بودر وكوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع سكر بودره ومعلقه كبيره خميره وبيكنج بودر وملح وخل وكيلو ونص دقيق وبيضه كامله وبياض بيضه. يلا كده هنجيب العجان بتاعنا بقى. هنا حضرت العجان وهنزل بكوبايه ونص لبن وهدحر كده بقى نص كوبايه وكمان شويه حوالي معلقتين خل وكمان هنزل بالبيضه وبياض البيضه والخميره. طبعا انا باذن الله خميرتي كده شغاله، انا متاكده يعني ان هي شغاله. لو انت طبعا مش متاكده حتى هتحطي ربع كوبايه ميه كده وتختبريها. طبعا انا نزلت هنا طبعا بسكر البودره كوبايه الا ربع ونزلت طبعا بالزيت. طبعا الزيت خليت ربع كوبايه. هتشوفوني بعد كده اللي هنعمل هستخدمها في طبعا هنا عندي كيلو ونص دقيق ونزلت طبعا بلبن البودره ونزلت بذره الملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر. طبعا ادي هنزل بالمواد الجافه، هنزل عليها على المواد السائله ولا هتعني بقى حوالي كده 10 دقايق. طبعا نص كوبايه اللبن اللي قاعده معايا دي اللي هنزل بيها بالتدريج. انا عايزه عجينه كده تكون معايا ناعمه وفي نفس الوقت ملزقه. اعجنيها كده واخدميها كويس علشان تطلعي معاكي النتيجه حلوه زي ما انت شايفاها كده اول الفيديو. ادي حبايبي ربع كوبايه السمنه. انا طبعا مستخدمه سمنه، انت عايزه تستخدمي سمنه وزيت ممكن، عايزه تستخدمي زيت بس ممكن، بس انا استخدمت سمنه. سيحتها كده على البوتاجاز كده وعملت كوبايه الا ربع. ادي حبايبي طبعا انا السمنه دي اللي نزلت بيها طبعا بتلم معايا العجينه وما بتخليش العجينه ملزقه في ايدك، ولا هي طبعا احنا محتاجينها عجينه ناعمه وملزقه، لكن اول ما هتنزلي باقي السمنه وتعجنيها لا هيقلع معاكي من ايدك ومن العجان. ادي حبايبي طبعا هنا طبعا قبل تخمر انا ما خمرتهاش، بمجرد ما خلصت عجين فاخدت شويه عجين في كل طبق كده على 4 الوان. انا اللي هعمل لون اخضر ولون ازرق ولون بني ولون اورنج. طبعا البني ده ممكن انت لو ما عايزه تستبدليه بالكاكاو ممكن. انا على فكره حطيت من اللون الغذائي وحطيت كاكاو علشان يعني لو انت مش موجود عندك. وطبعا دي الوان غذائيه يعني مصرح بيها وزي الفل. هنا طبعا انا غطيتهم لحسيبهم يخمروا. طبعا عايزاكي تعجني الالوان دي كويس وتدخليها في بعضها، هي هتاخد معاكي وقت يعني، عشان كده انا فصلت الكاميرا وقعدت اعجن فيها كويس. طبعا هتعجنيها زي ما حطيتي كده اللون وحطيتي معلقه ميه وهتعجنيها كويس، وبعد كده هتلميها بشويه سمنه. هنا طبعا يا حبايبي ادي عملت اول شكل بالاصفر والابيض. باخد قطعه من كده من هنا وقطعه من هنا وبتلفيها كده، وبعد كده تاجي عاملاهم ضفيره بس باتنين اهو، وتاجي بقى يعني لفه سهله خالص. شايفين لونه جميل ازاي؟ باخد اللون الابيض طبعا وباخد لون من الالوان اللي موجوده قدامي، وهنعمل طبعا الصينيه الاولانيه اللي انتوا لا هتشوفوها. عملنا بالاصفر والازرق والبني وهنعمل بالاخضر، وان شاء الله لا هتعجبكم وهتعجب اولادكم. صدقوني اعملوها كده لاولادكم وهشه وجميله لا هيتبسطوا فيها فعلا. ادي حبايبي
خلص كده طبعا الصينيه وهوريها لكم دلوقتي. ده الشكل التاني على فكره برضه ايه كده مفتوحه، هتاجي ايه قفلاها وهتسيبي فتحه كده وهتدخليها وتلفيها. ده الشكل التاني ادي. وعملت الشكل ده وعملت شكل يعني 3 اشكال اهم يعني خلف الكاميرا علشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا انتوا ايه هتشوفوا بعد ما اخلص هتشوفوهم. وعملت كمان الشكل ده، شايفين الالوان حلوه ازاي. ادي هنا كمان عملت ايه ضفيره ب3 اهو. ادي حبايبي كمان اخر شويه عملتهم شكل حلزوني. ال5 اللي انتوا شايفينهم في الصينيه هنا، شايفين ما شاء الله عليهم اهو. ادي خلصناهم. طبعا اللي هنجيب دلوقتي ايه معانا صفار البيضه، واللي هحط عليه معلقتين لبن ومعلقه خل، واللي هتدوبيهم كده. وبعد كده اللي هحتاج دهنه وش ايه الفريسكا بتاعتنا. هنا طبعا انا الصينيه دي حطيت عليها سكر، عشان كده بدهن وبحط السكر مباشره على طول عشان السكر ايه يلزق في حبه الفريسكا. ادي حبايبي بعد ما دهناهم خالص. هنا بعد ما دخلناهم الفرن، طبعا انا بدخل صينيتين فيها 6 حبات بس. ولدي هو وانا واقفه اخد واحده اهي. شايفين شكلها ما شاء الله والله في منتهى الجمال، والعيال حيتبسطوا منيها. شكلهم جميل ومغري يعني ما شاء الله. شكل النهائي جميل وبيتكلم عن نفسه. شايفين ادي ما شاء الله جميل جدا الفريسكا بتاعتنا. انت عايزه تسميها فريسكا، عايزه تسميها بريوش، فطاير، يعني اي حاجه يعني مش مهمه الاسماء، اهم حاجه عندنا النتيجه. اعمليه كده مع البيض بقى المسلوق على شم النسيم والكمون، وهتتبسطي فعلا من طعمه ومن شكله مع البيض الملون اهو ما شاء الله. عايزاكم بقى ايه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا حبايبي. مع السلامه.